اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يتفقد 10 أتوبيسات تم رفع كفاءتهم في إطار تحويل هذه الأتوبيسات من السولار إلى الغاز الطبيعي. بحدد لهم هنا دول تصير هيبقى في تدعيم جوه المدينه دول اول اتوبيسات غاز طبيعي. احنا كان عندنا من 12 سنه بس دي اول دفعه حديثه يتم التعديل بتاعها. دول من الجديد، دولت من الجداد اللي هو البروتوكول الملكي الحربي ده على 6 مراحل على 6 سنين. دول ما لهمش دعوه بال 40 بتوعنا بتوع الكهرباء. الكهرباء لسه ان شاء الله قريب جدا. ده ما خلاص باقي لهم قد ايه؟ احنا بدانا نجيبهم من القاهره دلوقتي ان شاء الله. طب كويس. كم عملنا كم بطاريه شحن؟ 3 لسه ما كملوش. دول للتنشيط وهم هيبداوا يحلوا المفروض من الاسبوع الجاي في شهر الشتاء. إذن في إطار رؤية محافظة الإسكندرية وفي إطار تحويل هذه الأتوبيسات من السولار إلى الغاز الطبيعي، في إطار عملية رفع كفاءة ل 300 أتوبيس بمحافظة الإسكندرية. معالي المحافظ، يعني عايزين نوضح لكل مشاهدينا يعني عدد النهارده من الاتوبيسات، ايه اللي بيحصل في هذه الجزئيه يا فندم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يعني باكوره العمل والتنسيق والبروتوكول مع الانتاج الحربي في بدء تشغيل عدد 10 اتوبيسات بالغاز الطبيعي. خلينا نبدا من الاول ان يعني في اطار توجه فخامه الرئيس ان احنا نستبدل ونعمل عمليه تعديل لكل الاتوبيسات وكل وسائل النقل العام والخاص على مستوى مصر كلها، بدلا من البنزين والسولار نبقى بالغاز الطبيعي او الكهرباء، وده عشان تكون صديقه للبيئه، عشان نكافح بها التغيرات المناخيه اللي على مستوى العالم والعالم كله بيعاني منها. النهارده هيئه النقل العام الحقيقه كنا من حوالي عده شهور تعاقدت هيئه النقل العام مع الانتاج الحربي وبدء عمليه توريد 40 اتوبيس بالكهرباء. دي بقى يعني كانت من حوالي 6 شهور، وبدانا احنا الاتوبيسات وصلت بالفعل، ولكن بدانا نعمل محطات الشحن الخاصه بيها. النهارده بقى اول يوم بقى ونتيجه بروتوكول مع الانتاج الحربي بدانا عمليه تعديل لاتوبيسات اللي هي بتستخدم السولار الى اتوبيسات بتستخدم الغاز الطبيعي. هتقول لي الفرق ايه؟ الفرق كبير جدا، ان احنا الغاز الطبيعي ده صديق للبيئه، ما يكونش فيه اثار ضاره وغازات ضاره او ينتج عنه سموم، بالاضافه ان احنا موفر اقتصاديا. لما يكون عندي اتوبيس زي اللي احنا واقفين جنبهم ده بياخد 250 لتر سولار في اليوم، وسعر لتر السولار 7 جنيه وربع تقريبا، بخلاف اتوبيس الغاز الطبيعي اللي بياخد 200 متر مكعب فقط في سعر مقابل سعر 3 جنيه وربع. شوف اقتصاديا هيعمل ايه، شوف اقتصاديا، شوف بيئيا بيعمل ايه. احنا في اطار وبصدد هيئه النقل العام الحقيقه يعني بتبذل جهد غير عادي لصالح المواطن السكندري. عملوا بروتوكول مع الانتاج الحربي ان احنا نغير ونعدل 300 اتوبيس تقريبا اللي هي اسطول خاص بهيئه النقل العام
نغيره من سولار الى غاز طبيعي. طب الكلام ده هيبقى على في حدود قد ايه؟ في حدود 5 سنوات تقريبا. كل سنه هيبقى عندنا 50 اتوبيس يتم تعديلهم عشان يبقى العمليه تدريجيه. الاتوبيسات دي هتكون في كل شوارع اسكندريه ان شاء الله. احب اضيف ان احنا كل فتره بنزود اتوبيسات هيئه النقل العام لصالح المواطن السكندري عشان توفير الراحه ليه. انا عارف ان في مناطق كتير جدا بتطالب باتوبيسات هيئه النقل العام توصل ليهم. عندنا عجز في الاتوبيسات، لكن بال 40 اتوبيس اللي جايين دول بالاضافه للتعديلات اللي بتتم دي هيكون متوفر لدينا اسطول ضخم من الاتوبيسات. وانا يعني مش عشان موجودي النهارده هيئه النقل العام، بتوجه بالشكر لرئيس هيئه النقل العام وكل العاملين معاه اللي بيعملوا على خدمه المواطن السكندري. المحافظ، المشاهد السلبيه اللي ممكن بنشوفها، اتوبيسات متهالكه، عوادم السيارات، يعني احنا دلوقتي بيحصل اعاده يعني تجديد هذه الاتوبيسات، يعني نقول ايه للمواطن؟ ان شاء الله خلال عده سنوات هنشوف حاجه مختلفه تماما. لا هنشوف الشكمان من ورا بيطلع دخان ولا بيطلع غازات سامه ولا الكركره، انا اسف يعني ايه اللي في الاتوبيسات، ولا الدوشه ولا الصداع. لا، اتوبيس بغاز طبيعي او اتوبيس بكهرباء بيسير في هدوء كامل، وده اقل حاجه نقدمها لاسكندريه ولمواطني اسكندريه، خاصه ان التغيرات المناخيه اللي بتحصل على مستوى العالم لها تاثير سلبي على محافظه اسكندريه. شكرا فندم. شكرا.